واحده كده رماها لنا كابتن او باشمهندس عادل قيعي اخر مره كان موجود معانا وهو ماشي. بيقول لنا ان كابتن حسن شحاته كان هيروح النادي الاهلي. ايه القصه دي يا كابتن حسن؟ القصه دي لما كنت في الكويت. يعني القصه دي لما كنت في الكويت وكان في دكتور في المستشفى بتاعت الكويت، والدكتور ده اسمه فؤاد عبد العزيز، الله اعلم اذا كان هو موجود او مش موجود حاليا على حسب معرفتي يعني. فطبعا هو كان اهلاوي قوي ومعرفه كبيره مع الكابتن صالح سليم. وقال لي الكابتن صالح فيه في الكويت لعيب يعني قال كلام جميل عليا يعني. لا هو مش هو اللي قال كلام جميل عليا. احسن لاعب في اسيا يعني. الحمد لله. مش كلامه هو. فلقيت في يوم تليفون جاي لي، برد على التليفون في النادي يعني، فلقيته كابتن صالح على التليفون. وكابتن صالح موجود في الكويت. انا يا حسن جاي مخصوص لحضرتك. انا فلان الفلاني طبعا. قلت له كابتن طبعا يعني اسم على علم يعني. قال لي انا موجود في الحته الفلانيه، يا ريت تجي لي شويه. ورحت له يعني. طبعا كابتن صالح سليم يعني الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا برضه من الشخصيات، من اللعيبه، من طبعا القياده، القدوه لاي قياده. فطبعا كان وضع طبيعي ان انا اروح له يعني، مجرد حتى ان انا اشوفه واقعد معاه واتعرف عليه بشكل كويس يعني وكده يعني. فكان الكلام على اساس ان انا اروح النادي الاهلي. وما تمتش الصفقه؟ لا ما تمتش. طبعا ده الحسن حظ جميل نادي الزمالك. لا ما تمتش لا. يعني هي دي القصه اللي قال عليها الكابتن عادل القيعي. طبعا كان هتبقى سابقه هي الاولى في يعني مش هقول في التاريخ ان حصل قبل كده، بس نجم بوزن وقيمه حسن شحاته في التوقيت ده نروح الاهلي طبعا كانت هتبقى. هو حتى يعني احنا بعد ما رجعنا، وكنت انا وكابتن محسن صالح يعني. كابتن محسن برضو كان في نادي التضامن الكويتي. فلما انا مشيت من يعني كنت لازم ارجع باي شكل من الاشكال لما رجع الدوري. لان انا سافرت في الوقت اللي كان فيه نكسه 67. انا سافرت بالظبط 11 8 68 للكويت، ورجعت 73 بعد الحرب او قبل الحرب بيوم. يعني قبل الحرب بيوم وقامت الحرب، لعبت واتمرنت وبتاع، وقامت الحرب تاني يوم حرب 73 العبور يعني. فطبعا لما جيت جون اسطوري كابتن حسن. الجون ده كابتن حسن لا جميل. الجون اللي هو من الجون للجون يعني. الجون يعتبر من الاجوان الحلوه يعني، سواء بالنسبه لي او بالنسبه للكره المصريه يعني.